بصوا يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم على حاجة. لما تبقى قاعدة بعد الساعة 12 بالليل كده، ولا بيكي ولا عليك، تلاقي عيالك بيقولوا لك إحنا عاوزين حاجة مسكرة. حاجة مسكرة، وأنا ما عنديش حاجة، والله ما كان عندي حاجة يا جماعة. أنا عندي باقي الحاجات دي باقية من رمضان. والله بجد باقية من رمضان. كيسين كده فيهم كله بواقي كنافة، وشوفي. وكيس كده فيه يعني ورقتين أو ثلاثة جلاش ومهريين. طب أعمل إيه يا ولاد؟ طيب قولي لي بقى كده أعمل إيه؟ والعيال عاوزين حاجة مسكرة وأنا قبلهم كمان. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه واجيب ايه طب اعمل بوم ايه دلوقتي؟ اه. طب روح يا ابني كده هات لنا كيس كريم كراميل. انزل هات لنا كيس كريم كراميل وامرنا لله. ايوه هو ده. هنجيب كيس كريم كراميل، وانا عندي كوبايه ونص او كوبايتين باين لبن في التلاجة مغليين. ماشي. وهنعمل حاجة حلوة والله، وطلعت جميلة والله. افتكاسة كده، خلطة بيضة بالصلصة. وطلعت حلوة قوي. تمام. ولا هنعمل شربات ولا اي حاجة، ما هو انا مش عارفة اعمل ايه. هم عايزين حاجة مسكرة. وبرضه لسه هقعد بعمل شربات بقى ويبرد واستنى يبرد وكلام، وبعد الساعة 12 وانا عايزة انام. ماشي. حطيت بقى الكنافة كده. فتحت يعني اول كيس كده، كانت الحتة دي باقية معايا. هفركها بقى كده زي ما انت شايفة، بتبقى متلجة كده، بتتفرك بكل سهولة. تمام. صلوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي. حاجة حلوة كده على السريع. إيه يعني ايه؟ مش هتحس بيها والله. ما وقفت نص ساعة والله، بأمانة ما وقفتش نص ساعة في المطبخ. تمام. انت في الوقت ده اول ما بتشتغلي فيها بتكوني مولعة الفرن على نار ايه؟ هادية. ماشي. عبال ايه هيسخن بقى سيكة كده براحته كده مع نفسه. عبال ما تخلص، لان انت هتعملي ده الكلام ده في ثواني. يعني شوفي انت فركتها هو في ثواني. تمام. وانا الحبه الباقيين اصلا، الكنافه الباقيين كنت انا اصلا مسمناهم. يعني ايام في رمضان لما كنت بعملها، كنت حاطه عليها سمنه، ويعني عاملاها مكسراها كده مطلعاها مع الكنافه الباقيه بحالها. يعني مع الكنافه كلها ومكسراها. مفتفتها كده لما طلعت من الفريزر. وقمت حاطه عليها سمنه، ولما لقيت حبه زياده قمت عيناهم بقى في التلاجة في الفريزر. يعني الحبة الباقيين اصلا فيهم السمنة بتاعتهم متفتفتين وفيهم السمنة بتاعتهم. تمام. يعني حتى انا كنت مفكرة الصينية ديت، ما انا مش عارفة هي هتكفي دول هيكفوا صينية ايه، صغيرة ولا كبيرة. جبت اصغر واحدة. قلت لا، ده هي هتبقى شكلها هتبقى صغيرة. عشان حطيت دول لقيتهم ايه يا دوبك، ولسه في حبة تانيين والورقتين او التلاتة الجلاش. ماشي. او هفتح الحبة دول كمان اهوت. دول متجمدين، بس هي فيهم السمنة بتاعتهم، يعني هم اصلا متكسرين. شوفي يعني السمنة جامدة فيهم فيها ازاي. انا هعملها الوقت في الصينية، وهقوم اعملها كده بالسكينة. هي كده كده اصلا فيها السمنة بتاعتها والسكر البودر وكل حاجة. شايفة؟ ما شاء الله. بدل ما هم عاملين لك كركبة كده في الفريزر، لا، طلعي بواقي رمضان ديت اللي من رمضان. واعمليها كده زي ما انت شايفة. خطيرة والله، حاجة مسكرة والله. يعني تاني يوم ابني بيقول لي اعملي لنا واحدة كمان. قلت له بقى ما بقى يتبقى حاجات. على فكرة مش شرط يتبقى حاجة، انت ممكن تجيبي لفة جلاش وتقوم عاملاها كده، تكسريها وتعمليها كده، او نص كيلو كنافة وتكسريها وتعملي كده. يعني تجمديها وتفتفتها وتعمليها كده، او تحطها في الكبة تتفتفت تتكسر يعني، وتعملها زي ما انت شايفة كده. تمام. سيحن حبة سمنة كده بقى، علشان الحبة الاولين ما كانش فيهم سمنة. ماشي. ولا هنحط سكر بودر ولا حاجة. هنزل كمان بالورقتين او التلاتة جلاش، والله ما انا فاكرة كانوا كام، كانوا قد ايه. بصي وقطعيهم بقى كده، هم اصلا متقطعين مكسرين كده ومتفتفتين. ماشي. ما ترميش حاجة، الحاجات دي انا لقيتها مكسرة كده، ارميها الوقت عوزة في الفريزر هتلاقيها. ماشي زي ما انت شايفة كده. صلوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي. انزلي بقى كده بالباقي بتاع السمنة. ماشي. واحنا كده خلاص، احنا هنحطها بقى في الفرن. في نص الفرن على الشبكة. على نار يعني عالية. ولما تلاقي الجوانب خدت لون، اطفي من تحت وولعي من فوق، واديلها لون كده، اما تاخد لون ذهبي من فوق كده. وكده خلاص وتطلعيها. تمام. هن يعني ايه. افردي بقى كده حلو في الصينية، واضغطي عليها كده بحيث ايه كله تدخل كلها في بعضها كده وتتماسك. ماشي.
بس كده زي ما انت شايف حاجة كده. والله يا جماعة زي ما بقولك ما وقفتنيش نص ساعة، ولا هتعملي شربات ولا اي حاجة. هندخلها بقى الفرن، اهي هتبقى بالشكل ده كده. هندخلها بقى الفرن، وهنعمل بقى ايه, عندي كوباية ونص لبن كده زي ما انت شايفة. وهقوم نازلة ب3 معالق سكر او 4 معالق سكر. هنزل بكوباية ونص حليب و4 معالق سكر. ماشي. والباكت بقى الكريم كراميل اللي معانا. تمام اهو. اهو حتى وقع في اللبن يلا مش مشكلة. انا مستعجله، والعيال عاوزين حاجه مسكره، وبصوا يعني. وجوزي كان نايم، يعني عايزه اخلص كده الكلام ده كله إيه ولا من شاف ولا من دري كده على السريع. ماشي. اقلب كده، واول ما بعد ما تغلي هقوم نازله ايه بالفانيليا. ماشي. هروح على النار بس ايه، يا دوبك هتغلي كده، وهرجعها تاني. هنرجع تاني اهي غلت اهيت، وهقوم نازله بالفانيليا. وخلاص كده. دي ايه، دي التشريبة اللي هتتحط بدل الشربات. دي هتتحط بدل الشربات، ومش مسكرة يا جماعة، لا جميلة. شوفوا يعني والله هي لونها حلو، بس انا معرفش ليه الكنافة دايما عندي بتبقى بيضة كده، ليه مش عارف. يعني حتى اللي في النص دول اللي واخدين لون دهبي دول الجلاش. اكمن الحتت البيضة اللي فيها ابيض كده تحس هي دي الكنافة. بس انا عايزه اوريها لكم انها مستويه، يعني الجناب مستويه ومن تحت واخده لون ذهبي وجميله، وهي مستويه من فوق، بس لونها بيبقى مش مظبوط ليه في الكاميرا، ما مش عارفه الكنافه بالذات. ماشي. هنسقي بقى كده، ولازم تكون سخنه، والتشريبه ايه سخنه او دافيه. تمام. ماشي. انزلي بقى كده زي ما انت شايفه بتغلي وبتبقبق معانا هي بتشرب. تشرب شويه، هنقوم منزلين بالباقي. شايفه الجمال ولا ريحتها بقى يا جماعه؟ والله خطيره ما شاء الله. ما اشتركتيش بالله بالله عليكي هزعل لو ما اشتركتيش. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والاعجاب يا جماعه. بالله عليكم لو الفيديو عجبكم واستفدتم اعملي اعجاب. تمام. وفيديو وتعليق كده تصلي فيه على النبي. وزي ما انت شايفه كده، شايفه بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. شربيها بقى كده كلها. بس كده هنسيبها بقى تبرد خالص. تمام. هنسيبها تبرد خالص كده، وبعدين بقى ايه، انا نسيت في الوقت ده ان طب انا انتوا عارفين ان انا بستعجل يا جماعه، ما بستناش. يعني انا ناسي احط اللي ازوق بالكريم كراميل، بالكراميل اللي ايه الكيس اللي هو بتاع السكر اللي بيبقى مع الكراميل، مع الكريم كراميل في العلبه. شايفه طعمها حلو وريحتها جميله قوي يا جماعه، والله ريحتها خطير. انا افتكرت اهوت اهو. هفتحه بقى معاكم، وهنزوق بقى ايه ال الحلويات اللي احنا عملناها ديت، الكنافة على الجلاش دي. انا والله ما اعرف اسمها ايه، مسخسخة باين ولا والله مش فاكرة اسمها، مسخسخة باين ديت، بس بيعملوها باين بجلاش بس. المهم ان انا ايه عملت بالبواقي بتاع رمضان اللي عندي، الجلاش والكنافة. لا حلوة قوي يا جماعة، والله تحلية سريعة كده. إيه محتاجة حاجة مسكرة بتطلعها في ثواني وبتعمليها. هتنزلي بنك يجيب لك باكو كريم كراميل، وتعمليها بكل سهولة. ما كلفتكيش حاجة. هو بتاع الكريم كراميل ده جايبه باين ب22 جنيه. هو ده بس. شايفة الجمال ولا الطعم بقى يا جماعة؟ اعملي بقى حبة شاي كده سكر قليل. لا حلو قوي، حلو قوي قوي. بس كده. هنجيب معلقة بقى لازم ندوقها بقى معاكم وناكل منها. شايفة الجمال بايه؟ مفيش تكاليف خالص. بقولك على قد الكريم كراميل اللي باكل كريم كراميل ب22 جنيه اللي انت جايباه، وعندك حبة لبن في التلاجة. شايفة الجمال ما شاء الله يا جماعة. يلا قومي بقى طلعي اي كيس باقي عندك، اذا كان كنافة او جلاش او الاتنين على بعض، واعمليها وبالهنا والشفا. وبحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين.
واللي مشتركش يشترك، واللي عاجبه الفيديو يعمل اعجاب. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.